إسرائيل بمنتهى البساطة أصلا ضربته وخلصت عليه يعني بشيء سهل وشيء بسيط. ده اللي جرى إسرائيل، ده اللي جرى إسرائيل إن هي تاخد خطوة أكبر وتروح تضرب إيران. إيران كانت عمرها ما هتتضرب لولا اللي حصل في 7 أكتوبر. لأن اللي حصل في 7 أكتوبر كان النتيجة بتاعته إن كان قبل كده كان حزب الله وايران كانوا بيعتمدوا على قوه الردع. قوه الردع اللي هي ايه؟ اللي هي ان انا افضل اقول انا عندي وانا عندي وانا عندي، وان انت ما تقدرش تيجي تعمل معايا حاجه. فاسرائيل اتفاجئت لما ان هي بمنتهى البساطه خلصت على جميع الرؤوس في لبنان في حزب الله، وبضربه برضو زيها برضو بسيطه في ايران خلصت على القاده والصف الاول والصف الثاني في ايران. فالموضوع خلى اسرائيل تطمع اكتر واكتر، واداها الجرأة ان هي لا، ده هي بقى عايزه اللي هو اكتر من كده بكتير. فراحت كمان عملت الضربه اللي عملتها في قطر، بلد وسيط ملوش في اي حاجه في الدنيا، وراح تضربه فقط عشان هي عايزه ناس من جوه. كل ده كان نتاج عمليه 7 اكتوبر. ادت شويه تصاريح لاسرائيل ان هي تعمل حاجات ما كانتش تفكر انها ممكن تتم بالشكل ده او بالسهوله دي. تعال بقى على مصر، نتاج عمليه 7 اكتوبر على مصر. طبعا موضوع قناه السويس، ان بقى لنا سنتين والسنه الواحده خساره 7 مليار دولار، واحنا كنا بنخاطب في البنك الدولي عشان ناخد 3 مليار ولا 4 مليار ولا 7 مليار في السنه الواحده، يعني كده 14 مليار. طبعا دول بالنسبه لنا هنا رقم كبير في الاقتصاد بتاعنا. ده بخلاف طبعا التهديدات اللي احنا فيها هنا في مصر من الجنوب للشرق للغرب لكل الوضع اللي في مصر. عملية 7 أكتوبر لما قامت كان ده كله نتاج اللي حصل فيها، بخلاف بقى كل اللي حصل في البلاد اللي هي المحيطة. هو أكبر هم طبعا الشهداء والناس اللي ماتوا وتدمير قطاع غزة بالكامل. ده ده الهم الكبير يعني. طب السؤال هنا، هل حماس كانت حاطة في حساباتها 1% من كل اللي بيحصل ده؟